السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم بطيخة جديدة غير الصفرة دي، بقى بطيخة الحمراء اللي احنا عارفينها. تعالوا بقى نشوفها حمراء ولا قرعة. دي الكيلو ب12 جنيه ونص. اول مرة الاقي السعر دوت عندنا في المنطقة بتاعتنا، الاسعار فوق، فقلت اجرب. دي ب80 جنيه. دي كده بالنسبة لنا رخيصة جدا للمنطقة اللي احنا قاعدين فيها. فهنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حاسة انها قرعة، بس الراجل قال افتحها لك، انا عايزه اطمن عليها. كنت عايزه اقول له ليه يا عم، هي حامل ولا ايه؟ يلا اطمن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هزعل قوي لو لقيتها. انا من عشاق البطيخ جدا. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب والله العظيم كنت حاسه. بصوا دي، هعيط. ايه ده؟ ده يتاكل للطيور. حسبي الله ونعم الوكيل. والراجل كده واقف في حته ضلمه وكاتب عليها 12 ونص الكيلو. انا برضو اللي هو في حاجه غلط يعني. 12 ونص، احنا عندنا الكيلو ب 25 جنيه يعني. بس عند حماتي بقى بتجيبها ب50 جنيه وحاجات اكبر من دي، وبتقولي بتطلع حمرا ومسكره وحاجات كده يعني. وهي يعني قاعده بعيد شويه، بس يعني يعتبر في نفس المحافظه، الجيزه. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حلوه سيكه، بس فيها زي طعم القرعه يعني. ممكن اديها مثلا 6/10 على سعرها يعني. حلوه 6/10. بس كأبيض كده كتير. لا احنا مش طيور عشان ناكل. مش عارف. يا فلوسك يا رضا. معلش يا محمود بقى. والله يا محمود قال لي هاتي من الراجل اللي قدامنا ده، اللي هو ابو 25. انا بقى عملت فيها ايه؟ زي اي ست مصريه اصيله، رحت جبته ام 12 ونص. مع ان انا الراجل ده بشوفه يوميا، ما بروحش اجيب منه يعني. ما بجيبش منه اي حاجه. معرفش هطل ولا ايه، بعيد عنكم مش عارفه. بس هي في كلا الحالات مش هتترمي. كده هتتاكل وكده هتتاكل، هتتسقع وتتاكل، عشان حرام نرمي حاجه يعني. وانتوا بقى قولوا لي يعني، لو انتوا جبتوا بطيخ السنه دي اقرع، اكيد كلكم جبتوا بطيخ اقرع برضو، قولوا لي. وسلام.